السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا بجديد اخبار لاعبين المنتخب الوطني المغربي. هذا الاسبوع كانت واحد المجموعه من الاخبار كتعلق باللاعبين ديال المنتخب. مع الاسف كاينه مجموعه من الاخبار يعني سلبيه ومجموعه اخرى من الاخبار اللي جيده. بدايه غادا تكون مع اللاعب نصير مزراوي اللي تاكد الاصابه ديالو بتمزق في عضله الفخذ. مع الاسف هذه الاصابه غادا تغيبه 3 اسابيع عن المشاركه في الدوري الالماني. المشكل هو ان تجدد الاصابات مع هاد اللاعب هذا ما كيخدمش المسار الكروي ديالو. خبر اخر كيتعلق بطوخيل اللي قررت الاداره ديال نادي بايرن ميونخ انهاء التعاقد معه في نهايه الموسم. بصراحه هذا المدرب رغم الماضي السيء ديال والذكريات السيئه اللي كانت عندنا معه ملي كان مدرب ديال نادي تشيلسي مع حكيم زياش. مزراوي كياخذ الدقائق الكافيه ديالو. ولكن المشكل الأكبر حاليا هو أن مزراوي كيتعرض لإصابات متكررة. يعني اللاعب عدد المباريات اللي لعبهم أقل من عدد المباريات اللي جلس فيهم في كرسي الاحتياط بسبب الإصابة أو أمور تقنية. اللاعب خصو يشتغل على المستوى البدني ديالو بصراحة. اللاعب الثاني اللي هو حكيم زياش اللي النادي ديال غالاتا سراي تيدرس عدم تجديد التعاقد معه او شراء العقد ديالو. بصراحة اللاعب كثرة الإصابات ديالو خلاته أنه يشكل عبء على النادي. وفي نفس الوقت كذلك حكيم زياش واخد موقف من النادي بحكم عدم التوصل ديالو بالراتب ديالو في الوقت المحدد. اللاعب الثاني اللي هو أشرف حكيمي هو جديد الأخبار ديال نادي باريس سان جيرمان. بداية غادا تكون مع اللاعب كيليان مبابي الصديق ديال حكيمي اللي جميع الأخبار كتأكد على ديال أنه الاتفاق اللي وصل ليه مع ريال مدريد 100% وأن السنة المقبلة كيليان مبابي غادي يكون لاعب ديال ريال مدريد. الأخبار كتقول أن اللاعب خفض الراتب ديالو بأكثر من النصف. يعني أن اللاعب كيليان مبابي لاعب ديال ريال مدريد بنسبة مئوية كبيرة إن لم تحدث مفاجأة، كما كنعرفوا أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت. نرجع للاعب أشرف حكيمي واللي مجموعة من الأخبار تتحدث على أن اللاعب عنده مجموعة من العروض وأن نادي باريس سان جيرمان كيدرسها بحكم أن كاينة واحد الشنآن بين نادي باريس سان جيرمان في شخص ناصر الخليفي والحكومة الفرنسية. الحكومة الفرنسية كترفض بيع الملعب ديال حديقة الأمراء للنادي. حاليا نادي باريس سان جيرمان يعتبر النادي الوحيد من الكبار ديال أوروبا اللي ما عندوش نادي في الملكية ديالو، ما يحد من المداخل ديال النادي والاستثمارات اللي غادي تكون مستقبلا. إلا مشى تنسحب ناصر الخليفي والاستثمارات القطرية من الدوري الفرنسي، فراه أكيد وبنسبة مئوية كبيرة مجموعة من اللاعبين النجوم واللي على رأسهم أشرف حكيمي غادي يغادروا الدوري الفرنسي. بصراحة كنتمناو أن أشرف حكيمي يغادر هذا الدوري المقبرة. حكيمي لاعب كبير من أحسن اللاعبين في المركز ديالو، كيستحق أنه يلعب في دوري أكبر وحقق أنه مجموعة من الألقاب يحطم تا هو في التاريخ ديالو ويدول الاسم ديالو مع اللاعبين الكبار ديال هذا العالم ديال كرة القدم. بصراحة اللاعب يستحق، ولكن الأمور المادية كتعقد المسألة بحكم أن أشرف حكيمي الراتب ديالو تيبلغ 12 مليون ديال الأورو سنويا. خصوصا أننا كنعرفوا أن المدافعين الأسعار ديالهم والرواتب ديالهم كتكون أقل من المهاجمين. على كل حال كنتمنى التوفيق للاعب أشرف حكيمي ولجميع اللاعبين المحترفين المغاربة.